الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسبية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله
وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا برحمتك شر ما قضيت وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام أحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله سبحان الله وبحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه الله أكبر
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. An Jabirin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza thuwiba bis salati futihat abwabus samai wastujibat du'a'u. Dari Jabir radhiyallahu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamat untuk salat telah diserukan maka pintu-pintu langit dibuka dan doa pun dikabulkan. Dari Jabir radhiyallahu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamat untuk salat telah diserukan maka pintu-pintu langit dibuka dan doa pun dikabulkan. Hadis riwayat Ahmad. An Nabi Hurairah radhiyallahu qala man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu thumma kharaja 'amidan ila as-salati fa innahu fi salatin ma kana ya'midu ila as-salah wa innahu tuktabu lahu bi ihda khutwatihi hasanah wa tumha anhu bil ukhra sayyi'atun fa idza sami'a ahadukumul iqamah fala yas'a fa inna a'zamakum ajran ab'adukum daran qalu lima ya Aba Hurairah qala min ajli kathratil khuta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ia berkata barang siapa berwudu dengan sempurna lalu berangkat untuk mengerjakan solat berjamaah di masjid maka ia dianggap dalam keadaan solat selama ia berniat untuk mengerjakan solat. Dengan salah satu langkahnya akan dicatat baginya kebaikan dan dengan langkah yang lainnya akan dihapus darinya satu keburukan. Lalu apabila salah seorang di antara kalian mendengar iqamah, janganlah berlari karena orang yang paling besar pahalanya di antara kalian adalah yang paling jauh rumahnya dari masjid. Orang-orang bertanya, mengapa demikian wahai Abu Hurairah? Ia menjawab, karena banyaknya langkah menuju masjid. Hadis riwayat Malik dalam kitab Al-Muwatta. Keterangan janganlah berlari. Perbuatan ini dilarang karena dengan berlari langkah akan menjadi berkurang, padahal memperbanyak langkah ke masjid itu dianjurkan. Nabi Hurairah radhiyallahu qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa ahadukum fi baitihi thumma atal masjidah kana fi salatin hatta yarji'a fala yaqul hakadha wa shabbaka baina asabi'ihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ia berkata, Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berwudu di rumahnya lalu berangkat ke masjid, maka ia dianggap sedang mengerjakan salat sampai ia kembali. Oleh karena itu janganlah ia berbuat seperti ini. Beliau bersabda demikian sambil menyilangkan jari-jarinya. Hadis riwayat Hakim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita lebih mudah menyampaikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعلى عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى ال سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا أسمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فضله ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه والشر ما بعده ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.